الكرام مع الحدث لهذه الليلة في واجهته فريق الوداد البيضاوي بطل المغرب. من رحم المعاناة خرج فريق الوداد البيضاوي أقوى وأشد من ذي قبل، جعل من نفسه سيدا لهذا الموسم، تميز على مختلف الواجهات وخرج طبعا متوجا قبل خط نهاية بطولة هذا الموسم. الوداد معنا في هذه الليلة في حلقة احتفالية نستعيد فيها قصة النجاح، قصة التألق، وقصة التتويج بلقب هذا الموسم. طبعا هو أول لقب في البطولة الاحترافية رفقة مكونات فريق الوداد البيضاوي. سي سعيد النصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي، مساء الخير سي نصير. أهلا وسهلا. وأيضا سي أنور الزين الناطق الرسمي باسم فريق الوداد البيضاوي، مساء الخير. مساء الخير. أحمد نعيم زميل صحفي رياضي ومتتبع طبعا لشؤون فريق الوداد البيضاوي، مساء الخير نعيم. مساء النور. إذن هنيئا لكم جميعا، هنيئا لمكونات فريق الوداد البيضاوي بلقب جديد، وايضا بالصوره التي قدمها فريق الوداد البيضاوي خلال هذا الموسم، يعني طيله بطوله هذا الموسم. خصوصا ايضا التهنئه لجماهير فريق الوداد البيضاوي التي ايضا قدمت يعني شوط من الامتاع والابداع بمدرجات فريق الوداد البيضاوي، وعادت طبعا بقوه خلال بطوله هذا الموسم. سنصري، كيف جاء حلم التتويج باللقب؟ شكرا للاخت هام، شكرا للاخوان المشاهدين. اولا ما غاديش نقدر نقول لك كيفاش جا الحلم، لان هذا ماشي حلم، هذه حقيقه. نعم. وهذه الحقيقه كيعيشها الوداد منذ تاسيسه، ماشي من اليوم. حقيقه التتويج ملزومه على الوداد منذ تاسيسه من سنه 1937 الى يومنا هذا. فلهذا اللي غنعاود ناكدوا للجميع ان العمل هو سر نجاح الوداد. نعم، اكيد اي حقيقه كتبدا بحلم، واكيد ان اللقب يمكن كان في البدايه حلم، وبالتالي كما ذكرتي انه اصبح حقيقه مع نهايه هذا الموسم. سي زين، لقب تحقق ايضا قبل جوله من نهايه الموسم، يعني في الدوره 29، يمكن في الدوره 28 بعد الفوز على اولمبيك اسافي وخساره اولمبيك خريبكا امام النادي القنيطري، بات يمكن لقب شبه محسوم بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي. كمكونات الفريق، متى احسستم باقتراب اللقب او بان اللقب يمكن يكون ودادي هذا الموسم؟ فالصراحه كما تفضل وقال السيد رئيس سعيد النصيري داخل المكتب المسير، كان دائما واحد الإحساس بالمسؤولية منذ التئام المكتب المسير في أوائل الموسم الرياضي، على أنه لا بد لنادي الوداد الرياضي على أنه يرجع إلى سكة الألقاب، لأنه خلق من أجل الألقاب. إلا تجاوزنا ما تفضلتم وقلتم على هذيك المسألة الحسابية العددية ديال النقاط، هي متى كيجي الإحساس دائما كان. إنما ذاك الفريق تتولي عنده شخصية البطل مني الفرق الاخرى اللي كتنافس معاه، من الاعلام، من الجماهير ديالو، من المكونات كلها ديالو، الاطر التقنيه ديالو، تيولي عندها نفس الاحساس مشترك على انه هذه السنه يمكن نحققوا اللقب. وهذا الاحساس تقوى دوره بعد الاخرى، حتى قبل المباراه ديال اسفي او الدورات اللي ذكرتوا، بانت شخصيه البطل من خلال الحضور الرائع ديال الجماهير، من خلال التشجيع، من خلال اللحمه اللي كاينه ما بين اللاعبين، لا في الفيستير لا من بعد المباراه لا قبل المباراه، من خلال الانضباط، من خلال ان لكل ذوي اختصاص. فالمكتب تيقوم بالعمل ديال التسيير ديالو مع السيد الرئيس، الطاقم التقني تيدير العمل ديالو، الطاقم الطبي، اللاعبين، وحتى الجمهور تيدير المهمه اللي هي ديالو بدون ان يكون هناك تداخل. وهذا هو السر اللي عطى النجاح في هذا الموسم، وان شاء الله غادي نخدموا به في المواسم القادمه. نعم. نعيم، القوه التي يمكن من اين استمدها فريق الوداد البيضاوي خلال هذا الموسم؟ طبعا انت كمتتبع ايضا كاعلامي متتبع لشؤون فريق الوداد البيضاوي، يمكن القوه التي ميزت فريق الوداد البيضاوي بالضروره خلال هذا الموسم مقارنه بالمواسم السابقه. ربما انا غنطلق من المصطلح اللي استعملتي انت، هو انطلقت من رحم معاناه الموسم الماضي. نعم. لان كل اللي تبع المسار ديال فريق الوداد في السنتين الاخيرتين وخصوصا الموسم الماضي ما كانش كيعتقد بان راه ممكن نشوفوا هذا الموسم هذا بطل ديال البطوله الاحترافيه واول لقب ديال الوداد في البطوله الاحترافيه، لان بدايه من مقاطعه الجمهور وصولا الى المشاكل اللي عاناها الفريق على جميع المستويات، القوه اللي كانت هذه السنه هذه في ذاك التكتل ديال جميع المكونات. يعني لاحظنا حتى منذ انتخاب سعيد النصيري رئيسا للوداد نهار فاتح رمضان ديال السنه الماضيه،
فالجميع بات يفكر بطريقه موضوعيه على ان لو ضاعت هذه السنه هذه فريق الوداد رغم تاريخه رغم الجماهيريه رغم الالقاب اللي بدايه من 37 حتى لدابا ممكن انه يضيع، لان ما حصل في السنوات الثلاث الماضيه لم يكن ينذر الا بانه راه كاينه شي حاجه جايه غتكون خايبه. ولكن الحمد لله يعني بوجود مجموعه ديال الناس اللي عقلاء او حكماء فتمكنوا انهم يوصلوا للنتيجه اللي فرحت الجماهير، ولاحظنا كما تبع الجميع فالحضور الجماهيري هو اللي كان السمه البارزه هذا الموسم هذا. يعني بغينا ولا كرهنا الجمهور خلق الحدث. الوداد دائما تفوز بالالقاب، ولكن اللقب الحقيقي هذه السنه واخر تصريح ديال الرئيس سعيد الناصري هو ان اللقب رقم 18 لفريق الوداد هو للجمهور، لان ما حدث هذا الموسم من كل مباراه هناك تيفو او اثنين في المباريات، ولينا كنسمعوا تيفو ب3 دي يعني بثلاثي الابعاد، يعني مجموعه ديال الامور هي اللي خلات الدافع الاساسي والرئيسي هو ان ذوك اللاعبين يتالقوا ويهديوا اللقب للجمهور. نعم، اذا الوداد البيضاوي بمساره الناجح والذي انتهى كما اشرنا بلقب هذا الموسم وهو الاول على صعيد البطوله الاحترافيه. نعود لنتابع مسار الوداد البيضاوي خلال طيله هذا الموسم وايضا سيناريو التتويج في تقرير لجيهان جغوري. 4 سنوات دون تتويج، 4 سنوات شهد خلالها محيط الوداد الرياضي مدا وجزرا على مستوى تركيبته البشرية دون لقب، 4 سنوات ندد خلالها الجمهور بغياب فريقه عن البوديوم، وهو الذي يحمل الرقم القياسي لعدد ألقاب البطولة الوطنية. انتهى موسم 2013-2014 وانتهى معه مشوار الوداد في المركز السادس. طويت الصفحة ولم تطل الحسرة بحثا عن التغيير، والتغيير بدأ مبكرا بجمع عام شهر يونيو الماضي غير من خلاله الواك جلده بانتخاب رئيس جديد اسمه سعيد الناصري الذي وعد بتوفير كل الظروف المناسبة والعودة للتوهج. احنا ان شاء الله غادي نعملوا من اجل ارجاع الجمهور للمدرجات، الطموحات اللي تتسول عليها وهي طموحات الجماهير وجميع مكونات الوداد، هي طموح ارجاع الوداد الى ما كانت عليه من قبل. وأولى الخطوات كانت التعاقد مع مدرب كبير في شخص الويلزي جون توشاك الذي ما زال يحمل بصمة تدريبه للملكي العريق ريال مدريد، يحمل في طباعه أيضا روح الانتصار والتتويج. كان طبيعيا إذن أن يعود جمهور الوينرز للمدرجات بعد مقاطعة دامت لأزيد من نصف عمر بطولة الموسم الماضي. رسم لوحات كانت عنوان الإبداع في أبهى صورها، وتنقل بأعداد كبيرة خارج البيضاء. هي عوامل أعطت إشارات واضحة منذ بداية الموسم الحالي على أن الواك مرشح قوي للتتويج. وبلغة الأرقام الفريق احتاج ل5 دورات لجس نبض منافسيها، فتأرجح مركزه بين الأول والثالث والخامس إلى حدود الجولة السادسة التي امتلك فيها زمام الأمور، وانقض على ريادة الترتيب التي لازمها حتى الدورة 29 موعد تتويجه باللقب 18 في تاريخها والأول له في ثوب الاحتراف. يحسب للفريق أيضا أنه خسر في مناسبتين فقط كانتا معا بعيدا عن القواعد أمام كل من أولمبيك آسفي والفتح الرياضي. كانت فقط فترة فراغ مرت بها العناصر الودادية أدخلت الشك حول إمكانية مواصلة البحث عن اللقب. الفريق حقق مقابل ذلك 16 انتصارا كان أبرزها الفوز في الديربي ورباعية الاستفاقة على حساب الكوكب، وانتصار آخر بميدان الدفاع الجديدي، لكن الأهم يبقى فوز اللقب بأكادير أمام الحسنية بثلاثية استعراضية. ثلاثية حملت كلها توقيع الجابوني ماليكي فونا الذي يحتل بدوره صدارة قائمة الهدافين على بعد جولة واحدة برصيد 16 هدفا. ولنختم بالأرقام أيضا، خط هجوم الوداد سجل 48 هدفا بقيادة الثلاثي المتألق إيفونا والهجهوج وكوني. اللقب إذن أصبح في لائحة التاريخ دون انتظار آخر الجولات.
إذا السي النصري، في أول تصريح لك كما تابعنا في التقرير بعد انتخابكم رئيس لفريق الوداد البيضاوي، صرحتي بأن أول هدف، أول مطمح بالنسبة لكم هو إعادة الجماهير أو عودة جماهير فريق الوداد البيضاوي إلى المدرجات. يمكن لماذا التفكير بدرجة أولى في الجمهور؟ عنوان الألقاب من الجماهير. أنا كانت عندي في النية ديالي أن أتوج برجوع الجماهير. إذا العمل من أجل رجوع الجماهير عملنا من أجل حاجة واحدة، وهي سبب غضب الجماهير، وهم خصهم يشوفوا المسائل كيف ما بغاو هما. اش بغاو فريق بلاعبين مميزين، بمدرب عالمي، كل شيء بوضوح، ما تكونش الضبابيه. والحمد لله ان توفقنا شيئا ما باش توفرنا هادشي. وامام توفير هذه المسائل اللي تكلمت عليها كانت الرجوع للجماهير. نعم اكيد، يعني انا يمكن الى اي حد دور كبير لعبه الجمهور هذا الموسم في تتويج الفريق؟ الى حد التتويج. نعم هذا هو ابعد شيء. نعم اكيد ان الجماهير ايضا كما ذكرنا ساهمت يعني في هذا الانجاز، ساهمت بشكل كبير كما ذكر السيد الرئيس، وعوده الجمهور اعطت يمكن واحد العنوان اخر بالنسبه لمباريات فريق الوداد البيضاوي، ليس كذلك بعد الغياب يعني في الموسم الماضي. هو للامانه الفكريه كما قلتوا في الريبورتاج ديالكم نصف موسم الجمهور ما قاطعش الفريق ديالو، لا بد ان نصحح الفكره. قاطع المباريات اللي كانت منظمه في الدار البيضاء لانه كان يؤمن بان التسيير كان فيه واحد المشكل وما بغاش يساهم بشكل ما ولو ماديا في هذاك التسيير اللي ما كانش راضي عليه، وتبع الفرقه ديالو خارج الدار البيضاء. وللذكرى الديبلاسمون الاخر ديال اكادير اللي غادي يبقى في التاريخ لانه الديبلاسمون ديال التتويج، الا شفنا غير الديبلاسمون ديال اكادير العام اللي فات هو راه ما كان لا يستهان به. فلا بد ما نصحوا هذه الفكره هذه لانها ربما تتداول باشكال غير كانت قطيعه مع المكتب المسير ليس مع الفريق. هادشي اللي بغيت نوضح لكم، هذه نقطه مهمه. المساله الثانيه الرجوع ديال الجماهير لمسانده الفريق ديالو والحضور في الملعب اولا بشكل مكثف منظم بشكل الابداع فيه كما تفضل وقال السي نعيم، يعني يتجاوز الخيال. بين على انه كاين ارتباط دائم مع الفريق، واللي بان من خلال من خلال ان حتى اللاعبين حسوا بالمسؤوليه. وشحال الاجتماعات السي سعيد يقدر يشد بهم وهو اللي ترأسهم، تنعاودوا نفسروا لهم العلاقه الوجدانيه اللي كاينه ما بين الجمهور وبين الفريق. وحتى اللاعبين ولات عندهم مسؤوليه من غير المسؤوليه المهنيه ديال العقد العمل ديالهم ولا الالتزام مع المكتب ولا مع المدرب، ولا عندهم واحد العقد معنوي مع ذاك الجمهور. وشفنا هذا الشيء في بعض الاحتفاليات اللي كنا كنعيشوها داخل الملعب من بعد اي مباراه بالمباراه، ماتش باغ ماتش كون دي توشاك بحال كما تيقول توشاك. الجمهور عاون على انه يكون هذا التتويج، فله الفضل الاكبر وهو مشكور على ذلك. نعم، وحنا نشاهد يعني الصور من المدرجات لجمهور فريق الوداد البيضاوي. نعيم، اكيد هذا الموسم كبلغ الذروه بالنسبه للحضور الجماهيري بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. كما متابعين مدرجات ملعب محمد الخامس تكون في معظم المباريات يعني بكاملها مزينه يعني باللون الاحمر. يعني الحضور، هذا الحضور يعني بقدر ما يزرع الحماس يعني في نفسيه اللاعبين، يعطيهم شحنه معنويه، بقدر ايضا لا بالقدر الذي انعش ايضا خزينه فريق الوداد البيضاوي في الناحيه الماديه. غير باش نرجعوا لفكره الجمهور، لان سالتي على الدور ديال الجمهور ممكن نلاحظوا الفرق الان مثلا في البطوله المصريه. البطوله المصريه بالاهلي وبالزمالك وبالانديه المصريه بدون جمهور ما كاينش منتخب مصري دابا وما كاينش انديه مصريه. يعني الحلاوه ديال كره القدم خصوصا في المدن الكبرى، الجزائر العاصمه، القاهره، الدار البيضاء، وهذا كيكون الجمهور هو الحلاوه ديال المباريات خصوصا الديربيات والكلاسيكوات. بالنسبه لما حدث هذا الموسم في مركب محمد الخامس يعني شيء يفوق الخيال. يعني الجمهور ما كان كيطلب حتى شي حاجه، ما وصلش لمرحله انه بدون شروط يعني بدون شروط. يعني كان كما العقد تلقائي، كما قال لك العلاقه الوجدانيه كما شرحوها اللاعبين. الجمهور بدون انه تكون عنده هذه الفكره في دماغه، راه الناس مرتبطين بهذاك الفريق هذه سنين. ولكن ما حدث هذه السنه ذكرنا بما كان يحدث في 89 90 91 92 في الجيل الذهبي ديال عزمي، ديال النيبت، ديال موساندا، وديال يعني هاد الاسماء كلها
يعني ربما حتى دوك اللاعبين اللي ما كينتميوش وجدانيا لفريق الوداد ولينا كنحسوا انهم كينتميو لفريق الوداد، كما لاعبين اللي جاو في اطار عقد احترافي كما قال لك سي انور، عقد عمل او عقد احترافي مع فريق الوداد، كيلعب الماتش ديالو وغادي يمشي في حالته. ولكن ملي ولا كيشوف ودخل في وسط هذه العلاقه هذه، لان في البدايه كنا كنشوفوا لاعبين ديال مدرسه الفريق مثلا رضا الهجهوج، مترجي، قاسمي، عطوشي، هما اللي كيكون عندهم علاقه مع الجمهور وكيغنيو الاغاني ديال الفصيل ديال الوينرز. ولكن من بعد وليتي كتشوف صلاح الدين السعيدي اللي يلاه التحق بفريق الوداد، مثلا ابراهيم النقاش، مالك ايفونا وبكر يكوني بالدارجه المغربيه ولاو كيغنيو مع الجماهير. يعني هذا مساله اللي تعطي فكره ان راه الانديه الوطنيه ممكن انها تخلق واحد العلاقه مع الجمهور ديالها بدون الحديث عن شغاب ولا بدون الحديث على يعني عقد بدون شروط. الاساس ديالو هو حب الفريق. نعم، والدعم كما ذكرت كيكون دعم معنوي ودعم مادي، كما قلت لك لما يكون حضور جماهير كبير يعني خزينه الفريق ماديا يكفي غير اليوم مثلا صدر الفصيل ديال الوينرز واحد البلاغ اللي كيقول فيه بانه قطع 9300 كيلومتر يعني في المغرب كامل، وكيعتبر بان ما حدث في مدينه اكادير يعني شيء غير مسبوق تماما، باش ان مدينه انا قلت لهم ان السكان ديال دوله خليجيه تنقل من مدينه الدار البيضاء الى مدينه اكادير. نعم. يعني 25000 او 30000 او 35000 هذا بغض النظر عن الناس اللي بقاو في الزنقه في مدينه اكادير وبقاو في الفنادق لانه معاهم عائلاتهم ومعاهم. فهذا الجمهور هذا ما يمكن الا انك كما قلنا انه هو المتوج الحقيقي بعيدا عن المكتب المسير ولا اللاعبين، واخا المكتب غادي يكعى شويه، ولكن الجمهور هو الذي يستحق اللقب اللي فاز به فريق الوداد. اكيد، وشاهدنا يعني تقريبا في كل عندك اضافه تفضل. الامانه الفكريه من هذا الشيء ديال انعاش الخزينه نعم. اكيد ديال الوداد، ولكن ليس فقط لفريق الوداد. جمهور الوداد انعش خزينه ديال جميع الفرق الوطنيه لانه تنقل في جميع المباريات خارج الدار البيضاء الا مباراه مع الجيش الملكي اللي كانت اويكلو، وكيساهم في التنشيط ديال ذاك المدن يعني بصفه حضاريه تشرف نادي الوداد الرياضي. اكيد، والفرق ما يمكنش تعيش بدون حضور جماهيري وبدون يعني كما ذكرنا المستوى يعني الدعم المادي وايضا الدعم المعنوي للفرق. شاهدنا فريق او جماهير فريق الوداد البيضاوي في كل المباريات كانت هناك تيفو، يعني بالنسبه لهذا كان هناك ابداع، كان هناك يعني لوحات في المدرجات. انتم سي نصيري كفريق كمكتب مسير كيفاش كنتوا كل الاحساس ديالكم وانتم كتشوفوا يمكن في كل مباراه صوره جميله في المدرجات؟ هل يمكن كانت كتزيد ثقل المسؤوليه على الفريق يعني باش تردوا الجميل لهذه الصور الجميله اللي قدمها الفريق الجماهير في المدرجات؟ هو الصوره اللي كتبان لا على شاشه التلفازه ولا على رقعه الملعب من في جميع المباريات من الجماهير هي شيئا ما كيفاش غادي نفسرها ما يمكنش لي نوضحها بذاك الشعور اللي كنشعر به في الوقت اللي كنشوف في المدرجات دوك التيفوات بالابداع ديال هذه الجماهير. كيخليكم تحسوا بالمسؤوليه ان الفريق ضروري ماشي كيخلونا نحسوا بالمسؤوليه، المسؤوليه كنحسوا بها حنا دائما ولكن الزياده عن اللزوم. اكيد. نعم، بالنسبه لهذا الحضور يعني كيخلق ربما ضغط بالنسبه للاعبين كما ذكرت، ومسؤوليه ايضا بالنسبه لدى الفريق لحسم اللقب وللفوز باللقب. انا غادي نستسمح السيد الرئيس وراه بالمناسبه ربما اول خروج ديالو في نعم تفضل سي انور وباسم الرئيس. اما انا تندوي على وجهه نظري الخاصه بواحد اخر. كان واحد الاجتماع ازمه في وسط الموسم الى كان واحد النتائج شويه تذبذبات، وهنا فين غيبان الصرامه ديال التسيير وديال شخص السيد الرئيس، كنشكروا بالمناسبه ولا المكتب المسير باش بقينا على الثوابت لا من ناحيه التقنيه لا من ناحيه. ودرنا اجتماع مع اللاعبين الا تذكروا السيد الرئيس، وواحد الوقت غادي ندخلوا في الخطاب ديال الاستفسار نفهموا علاش واحد التذبذب ديال النتائج الى اخره. وهنا غادي يقولوا لنا واحد الجمله اللي حنا قلنا حنا الخطاب ديال التانيب حنا كنديروه مع راسنا، لانه فاش كنعرفوا ذاك الجمهور داخل باش يشوفنا اون تران دو مويي لو مايو، يعني كنعطيو اللي في قلبنا وكنعطيو ان النتائج تربح ولا تعادل ولا تخسر، هذيك الرياضه ديال كره القدم، ولكن من يحسوا بينا كنعطيو كاع اللي في جهدنا، هذاك هو الجميل اللي بغينا نردوا لهم. فاش تتولي مسؤوليه مباشره ما بين الجمهور واللاعب، حنا كمكتب مسير كنتفاجئوا خدمه كنحسوا بمسؤوليه زايده. نعم. وتنبغيو نقولوا واحد الخطاب تلقاوه ديجا واصل عند اللاعبين. اكيد فيها الجانب الايجابي وهو اللي استفدنا منه لحد الان الحمد لله
نطلب على الله نبقاو مستافدين منه. ولكن كاين الجانب ايضا ديال لا بريسيون، غير هو العمل ديال لو ستاف تكنيك وديال الطبيب الفريق وديال المكتب المسير ديال الرئيس، العلاقات الانسانيه اللي كتكون شخصيه مع لاعب بلاعب كتمكن على ان ذاك الضغط ما يعطي غير لا المفعول الايجابي ديالو داخل رقعه الملعب، وهذا الشيء اللي وقع الحمد لله. نعم انور، اكيد اشرتي للطاقم التقني، كانت اول نقطه اول هدف هو عوده الجمهور للمدرجات. هل النقطه الثانيه بالنسبه لكم سي نصري كمكتب مسير كانت ايضا تعاقد مع مدرب عالمي، وكما ذكرتي في البدايه وهو يعني التعاقد مع توشاك اللي اعاد القوه للفريق، كانت ثاني نقطه بالنسبه للفريق وهو لتهدئه النفوس. نعم. وللتوضيح بان هذا المكتب المسير الحالي غادي يخدم بجديه. اولا وضعنا ديالنا على المفتاح ديال الاداره التقنيه، وما علينا الا باش نتعاقدوا مع مدرب في المستوى، لان السيره الذاتيه ديال توشاك هي اللي غادي تقدر تاكد للجميع، ماشي تتاكد لي انا، نقدر نكون انا اقتنعت وربما انا ما عنديش درايه بكره القدم، ولكن باش يقتنع الجميع والاداء ديالو من خلال المباريات اللي ربما في بدايه الموسم كانوا تعثرات، ولكن في الاخير بين الحنكه والمكانه ديالو في كره القدم. نعم. نعم، كنتحدثوا يعني على عوامل نجاح الفريق الوداد البيضاوي. نعيم، كيف تلخص؟ يمكن واش ما كانوش هناك هفوات بالنسبه للفريق؟ اكيد بغيت نرجع غير للنقطه ديال توشاك. انا من الناس اللي ما كيعتبرش بان فريق الوداد توشاك هو اللي كان سبب النجاح. كاين مجموعه المكونات اللي خلات ان توشاك ينجح ويكون بطل المغرب هذا الموسم هذا. يعني حتى لو جبتي مدرب كبير في ظل واحد الازمه كيعيشها فريق، راه ما غتقدرش تنجح انك توصل وتحقق النتيجه. يعني كنشوفوا تجارب سابقه، يعني جابوا مدربين كبار. حنا باش نعاودوا ناكدوا لك سي، حنا ما جيناش باش ندويو على الازمه، الازمه كانت الحمد لله اننا تجاوزناها. لا غير باش نشرحوا فكره ان راه توشاك لا زالت قائمه بجميع الفروق الوطنيه. حنا بغينا نساو الماضي ونشوفوا المستقبل ديالنا. نعم، ومجيء توشاك يعني مش ما كانتش مغامره ان الفريق توشاك بدون تجربه على المستوى لا باش توضع الثقه في مدرب كبير وليست له خبره على المستوى، هو اسم كبير اكيد، درب على الصعيد الاوروبي، درب ريال مدريد، ديبورتيفو لا كورونيا، يعني وعلاقته مع الكره المغربيه كانت اول علاقه هي علاقته بنور الدين النيبت، كيعرفوا راه مغربي لاعب كبير وكان غادي يكون السبب انه الالتحاق ديالو بريال مدريد. فباش تكون هذه المغامره انك تجيب مدرب ويدخل البطوله الوطنيه وما كيعرف عليها حتى شي حاجه، يعني من بعد هو بحث، وهذا لانه مدرب محترف شيء طبيعي، ولكن هذيك المغامره هي اللي كان الجميع كيتسنى شنو غادي يكون وشنو غادي يوقع من بعد. ولكن الحمد لله توشاك دخل وسط المجتمع المغربي بطريقه الا بالمغامره. نعم. كل ما كانش المغامره انني قبلت انني نترأس فريق الوداد، ربما اليوم غادي تكون ربما احسن وربما يكون وضع اخر. المهم في جميع الاحوال غيكون وضع اخر، ربما يكون احسن. هذا الشيء اللي تنتمناوه، لان الدوام لله. سعيد كاين اليوم من هنا مده الصلاحيه راه معروفه، كاين 4 سنوات او اقل او اكثر. نعم. ما عندنا اشكال، ولكن اللي بنينا عليه وهي المغامره. غامرنا احنا الاولين، تبعنا توشاك، تبعنا الطاقم التقني، تبعونا اللاعبين، جاوا معنا الجماهير، الحمد لله بتضامن تضافر الجهود راه تحقق المبتغى، وهذه غير بدايه ونتمنوا الباقي. نعم، شنو الصلاحيات يمكن اللي منحتوا لتوشاك؟ وهي احنا درنا واحد على رئيس اللي هو توشاك، على رئيس على اللجنه التقنيه، عنده جميع الصلاحيات، ماشي اشنو هي الصلاحيات، عنده جميع الصلاحيات بدون ما يدخل فيه اي كان. نعم. في ماذا اختلف توشاك عن مدربين اخرين انوار؟ او ماذا ميز توشاك يمكن عن مدربين سابقين بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي؟ نعم. ماشي اختلاف، ولكن باش تميز. نعم. تميز انا في نظري بالصرامه وبالخبره وبالحضور ديالو. نعم. ان كان الحضور ديالو قوي لا في المباريات ولا في التدريب، وبالاحترافيه بالتعامل مع اللاعبين وحتى مع المكتب المسير. نعم. حصيلة الفريق، نمشيو لحصيلة الفريق، حقق 10 انتصارات بالميدان، 6 ديال الانتصارات خارج الميدان، 4 ديال التعادلات بالميدان، 7 ديال التعادلات خارج الميدان، دون هزيمة داخل الميدان وهزيمتين خارج الميدان. حصيلة يمكن تبدو متوازنة، طبعا الفوز في معظم المباريات داخل الميدان، الفوز ايضا في عدد كبير من المباريات خارج الميدان او حسمها بالتعادل. كيفاش تم تدبير مسار فريق الوداد البيضاوي خلال هذا الموسم انوار؟
فتفضلتوا ذكرتوا النتائج ورجوعا على الكلام ديال السيد رئيس السي سعيد اللي فيه فوس موديستي، يعني التواضع زائد. لا اظن ان الوداد كانت ستكون احسن حالا، نقول لك مباشره في البلاطو. الحمد لله على ان توفقنا، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. ديالها انها كانت على احسن حال وغتبقى تستمر في احسن حال. الله يعطيكم الصحه. اللي كان هو الثقه اللي تعطات للستاف تكنيك والرجل الخبير اللي هو جون توشاك. توشاك مدرب فوق العاده، لانه السيد كما قال نعيم راه دوز واحد الخبره كبيره وجا المغرب باش يدير انجازات، ما جاش باش يدير شي مسار اللي هو عادي، وتوافق مع الاراده ديال الرئيس المكتب المسير ديال الانجازات وماشي تسيير عادي. لو كونترا مورال، العقد المبدئي اللي كان هو الصلاحيات، بحيث انه نذكروا على انه في بدايه الموسم كما قال السي سعيد توشاك كيكتشف البطوله الوطنيه واخا غير ارضيه الملاعب، ربما كاين شي حوايج اللي ما كانش كينتظرها الى اخره، الجاهزيه ديال اللاعبين، الاستقطابات اللي كانوا زائد ابناء المدرسه. هو التمييز بالصرامه، الديسيبلين، الاحترافيه، بالثقه والمغامره، يعني لو ميم تومبيرامون الا بغيتي تقول مع الرئيس، المغامره مع اللاعبين الشباب، وكان عنده الدعم لا مشروط ديال الرئيس وديال المكتب المسير، حتى في فترات الضغط ربما اللي كان الجمهور في الفترات تيطالب بالعوده السريعه ديال واحد اللاعب ديال هذا، كان هو عنده واحد القرارات اللي هو اللي فاهمها وكنا كنتفاهموا. بالنسبه للنتائج اللي قلتي نعم، حصيله 16 نزيد الحصيله الى اخره، علاش؟ لانه لا بروميير بارتي دو الشامبيونا، وهنا فين كيبان الداهيه جون توشاك. 15 ماتش الاول كنا كيقلب على لا سيكوريتي، الامن، باش يسالي الشامبيون دونطون، بطل الخريف، كيكتشف الفروق الاخرى، تكتشف طريقه اللعب ديال المدربين الاخرين الى اخره، وتيسجل واحد الراجل كيترافاي الونسيان، تيقيد وتيسجل الى اخره. ربما هذه الجمله ضحكت. احصائيات بارقام، تكتب ماشي الاورديناتور ولا لايباد، تيكتب كيقيد ورقه ستيلو. دونك والخدمه ديالو ثقيله ورزينه، وإلا شتي الوداد ديال الدوزيام بارتي الشامبيونا كتفهم مختلفه. دونك هنا فين يبدا يقلب على ليكار دي بوين، حتى ان المباراه الاخرى قبل الاخيره 29 لا يكون تيتر كل شيء تيقول ربي غير نقطه 1 بوين باش نضمنوا الشامبيون. سيتي لو سول تيقول لك لا 3 بوين، انا كنمشي ناخذ 3 النقاط، ومازال حتى المباراه الاخرى كنظن لا ما خفش الحدس ديالي ما خاف غادي يلعب بطريقه هجوميه باش ياخذ. حتى الخطاب ديالو قبل في ال 15 مباراه الاولى ماشي هو الخطاب ديالو من بعد لا سمعتوا، لان فهم مجموعه الامور. واحد جاي من اسبانيا ودرب فرق كبار غادي يجي يكتشف ملعب الخميسات، ملعب خنيفره، ملعب يعني بزاف الامور فهم. وزعما هذه اللي عجبتني انا في توشاك، لانه واحد الانسان اللي كيتصنت بزاف، يعني ملي كتمشي حتى تهضر معاه وداك الشيء كيبغي يفهمك بعدا انت شنو بغيتي تقول، عاد من بعد هو كيبدا. فهاد الاختلاف ديال بين ال 15 ماتش الاولى و14 من حد باقي ما وصلناش للمباراه الاخيره، خلات بان النصف الثاني هو اللي عطى ذاك الامان بالنسبه ليه هو وبالنسبه للطاقم التقني وحتى بالنسبه للجمهور، يعني كتسمعوا باش تشتغل باريحيه بالنسبه لاي مدرب وايضا للاعبين. بالنسبه لحصيله الفريق، كل نعيم يمكن كيفاش شفتي مسار فريق الوداد البيضاوي؟ ذكرت يعني مجموعه من الارقام بخصوص يعني مباريات الفريق داخل الميدان خارج الميدان، بالنسبه لانتصارات التعادلات، كيفاش شفتي مسار الفريق وايضا الدور الكبير الذي لعبه توشاك بالثقه اللي عطى كما ذكرنا المجموعه من اللاعبين الشباب والانسجام ايضا حتى للاعبين مع فكر المدرب توشاك؟ توشاك اكثر نقطه التي اثرتني هو الاعتماد على اللاعبين الشباب، يعني باش توصل ويكون عندك حارس ديال المنتخب الاولمبي كما كان الحال صغير السن من بعد الاعتزال ديال النادي المياغري، يكون عندك في الدفاع ويعتمد على امين العطوشي في المباريات الاولى، امين العطوشي في المنتخب الاولمبي وقاسمي في الاولمبي في وسط الميدان وحتى الهجوم، يعني باش يعطي الثقه رضا الهجوج يعني مجموعه الاسماء وزهير مترجي، يعني فهم بان هذاك الخليط ولا ذاك المزيج بين اللاعبين المخضرمين سواء اللي لقى في الفريق او اللي جاوا في هذا الموسم هذا مع اللاعبين الشباب ممكن غادي يعطي شي نتيجه، وكانت عنده الثقه الكامله بان النتيجه جايه بهذوك الاسماء اللي كاينه وثبت الحدس ديالو انه صحيح. فالمسار ممكن اننا نشوفوا بعض الهفوات اللي كانت ما نقولوش هفوات ولكن ربما بعض المباريات اللي ضيعوا فيها النقط وضيع فيهم توشاك مجموعه النقط، ولكن ملي كتجي تشوف المسار بشكل عام ممكن تقول هذا ما يمكنش تحلم اكثر من هذا الشيء، يعني تخرج
في المباريات الكبيره اللي كان كل شيء كيقول مثلا راه فريق الوداد ما يقدرش انه يفوز، مشى للجديده وربح، مشى تماما. حتى في المباراه كنتذكر انا التصريح ديالو في المباراه من مورا الماتش ديال اتحاد الجمهوري الخميسات، قال لك لا نستحق التعادل. يعني بقدر ما في مباريات اخرين كان تعادل تقول كنا نستحق الفوز. ولكن كان كيعترف دوك التفاصيل الصغيره جدا، كيقول لك اودي انا مشيت لهذيك المباراه واللاعبين ما كانوش في المستوى وتعادلنا، ولكن ما كناش نستحقوا التعادل. يعني في هذا المسار كله كما قلت لك ربما يكونوا هفوات، واكيد لان هذا عمل ديال عمل انساني كتحكم في ديزيتر هيومان، ما كتحكمش في الات اللي ممكن تعطيهم لي زوردر وممكن يديروا. ممكن اللاعب انه يتطرد ولا جوج لاعبين يطردوا يتغير لك الماتش كامل. ممكن في المباراه ديال اولمبيك اسفي وصلتي للماتش وانت ما عندك الا حارس مرمى ديال الفتيان اللي ما عمره تواجه مع 25000 ديال الجمهور، يعني كيفاش غدير امام التحدي؟ والحمد لله يعني كان مزيان. ممكن في هذه الظروف هذه ما تعتبرهاش هفوه، يعني مشى لك حارس كبير سميتو نادر المياغري من بعد سنوات يعني يشكر عليها في فريق الوداد ومع المنتخب الوطني، وحارس كبير. جيتي في فتره درتي الثقه في الشباب، عقيد بن عاشور في مباراه وصلتي حتى واحد في هادو ما كاين وعندك حارس ديال الفتيان يعني. وانا بهذا تماما. وهذه المناسبه يعني قطايه يونس اللي هو مدرب ديال حراس المرمى قام بواحد العمل كبير، يعني زعما ملي كتشوف كيفاش ان مدرب ديال حراس المرمى كيقول لك اودي هذوك الثقه اللي عندي من الفتيان حتى الفريق الاول، تتقول ليه برافو، لانه اولا كيثيق في الشباب، تيقدر انه يستطيع انه يقول للمدرب الكبير اللي هو سميتو جون بينامين طوشاك راه عندي حارس عنده 17 عام ولا 16 عام كنضمن انه غادي يحرس المرمى. يعني في هذاك المجمل كله المسار يمكن نقولوا الا جيد. وكانت فرصه ايضا لهذه الاسماء لانها يعني استفدت من الفرصه اللي تعطاتها، وكما ذكرتي ما يمكن ما خيبتش الظن. حتى اللاعبين كان هناك انضباط وكان ايضا انسجام يحسب ايضا للاعبين سي النصيري. وهو دائما سر النجاح هو الانضباط. الانضباط حيت تنقول حيت كينضبط الانسان وتكون عنده واحد الحس اخلاقي ما عليه الا حتى تكون كيف ما قلنا الانضباط والاخلاق تيكون العطاء. اللاعبين مشكورين، ولا الطاقم التقني ولا الطاقم الطبي ولا جميع الفعاليات، كل شيء الحمد لله هذه السنه كان متميز بالاخلاق وبالانضباط. نعم. الفريق سجل 48 هدف، اقوى هجوم، يستقبل 20 هدف، ويبقى بالتالي ثاني اقوى دفاع بعد فريق اولمبيك خريبكا. وهذا يحيلنا لتقييم يعني تقييم هجوم فريق الوداد البيضاوي بقياده يعني اللاعب ايفونا هداف البطوله الاحترافيه. يمكن كان اضافه كبيره بالنسبه للفريق. انا ماشي محلل رياضي باش نعطيك تقييم تقني، ولكن وجهه نظر فقط انه كاين هناك ضعف شيئا ما في الدفاع. هذا هو السبب اللي خلانا تلقينا 20 هدف، وكاين بعض الاخطاء اللي تيقوموا بعض اللاعبين في الهجوم. هذا هو اللي خلانا اننا نسجلوا 48 هدف بدل ان نكونوا سجلنا واحد اكثر 60 ولا 65 هدف. نعم. نعيم، بالنسبه للاسماء اللي كانت ناجحه، بالنسبه للاسماء اللي جات في الفريق الوداد البيضاوي، هذه الاسماء يعني ابرز يمكن اللي كانت حققت نجاح في اول موسم لها مع فريق الوداد البيضاوي، بالاضافه الى الاسماء التي اعطتها الفرصه لاول مره، الاسماء التي يعني هي من مدرسه الفريق، الاسماء الشابه. انا مباشره بدون تفكير وانا معجب بواحد اللاعب اللي هو ابراهيم النقاش. زعما من البدايه ولا شتي المسار ديالو، ربما ما تعطاتوش الفرصه او ما برش في واحد السن اللي مثلا نقولوا 26 سنه 27 سنه 28 سنه لعده ظروف، وهذا ما يمكنش نرجعوا للتاريخ باش نعرفوا شنو الاسباب اللي كانت. ولكن ابراهيم النقاش بين بانه يستحق ان يكون القائد ديال وسط الميدان، لاعب بالاخلاق بالمقام الاول، لاعب كما كنقولوا. كنذكر انا واحد المقوله ديال حموده بن شريفه اللي كيقول لك من اللاعبين لعابه الخبز. كاين لعاب اللي كيجي كيلبس لك التوني وباغي يتصور وهذا 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 في مجموعه الانديه، ولكن كيقول لك كاينين 3 ولا 4 اللعابه في المغرب لعابه ديال الخبز، مما يعني انه لعاب كيدخل كيعرق التوني، تيحيد هذاك التوني ويخرج، وتقول لي 6 الصباح الغد تجي لونطريمون كيمشي لونطريمون. هذا المصطلح زوين علاش؟ لانه كيامن به واحد المدرب اخر كبير اللي هو محمد فاخر، كيقول لك انا اللاعبين اللي عزاز عليا وكنعيط عليهم من المنتخبات الوطنيه اللي درب هو اللعابه ديال الخبز.
ففي المرتبه الثانيه كيجي موراه بالطبع وليد الكرتي، لانه ماشي هما ما نقولوش نجم، ولكن لاعب اللي في واحد الخط تصاعدي كبير. ودون نسيان الافارقه ديال الوداد اللي هما فابريس اونداما، بكاري كوني ومالك ايفونا اللي كانوا في المستوى الكبير. فابريس سنوات قبل كان في المستوى، ربما ديك المرحله ديال انه مشى لاتحاد جده وعاود رجع، وهذا ما عطاش سميتو ما كان يقال انه ينتظر منه. نعم. ولكن مالك ايفونا باقي صغير، مشى لكاس افريقيا، دار سجل هدف او هدفين، ما استطاعش انه يتاهل للدور الثاني، ولكن تعتبر من طرف ليكيب يعني الوحيد اللي خارج اوروبا من المحترفين اللي عطاته 8.5 على 10. نعم. يعني ما يمكنش انك تنسى الفضل ديالو. وبكاري كوني راه سجل 3 اهداف من احسن الاهداف اللي تختاروا في البطوله الوطنيه هذا الموسم هذا. يعني بالنسبه لي انا ابراهيم النقاش ووليد الكرتي باقي اللاعبين زعما في نفس المراتب، ولكن ابراهيم النقاش ووليد الكرتي كانوا متميزين. نعم. انور، تالق هجوم مشكل من اجانب، مالك ايفونا اللي قلنا هداف البطوله، بكاري كوني وايضا اونداما. يمكن هذا الاعتماد على الاسماء الاجنبيه ايضا بالنسبه للفريق كيفاش يمكن كان، يعني صعب ان الفريق يعتمد درجه اولى في خط مثلا كامل على لاعبين اجانب. هو رجوع على الاحصائيات. السيد الرئيس يبحث على دائما على لا كاليتي كونتينيو، يعني لاميليوراسيون، نحاولوا نحسنوا الجوده ديال الفريق. هي الوداد احسن خط هجوم، وثاني احسن خط دفاع من بعد اولمبيك خريبكا. وإلا في الماتش ماركينا 3 البيوت راه غادي يولي هو احسن خط دفاع ان شاء الله. اذا كان الفرق هو 3 البيوت. بالنسبه للانسجام ما بين اللاعبين، احنا كلنا افارقه وكلنا منضويين تحت اللواء ديال الوداد، ديال القميص الوداد، ونبغيك تثق بيا والمشاهدين كيعرفوا هذه المساله هذه. والسيد الرئيس راه تيصرع على لا داخل الفيستير ولا داخل الحياه ديال الفريق، ديال الحياه يعني المجتمعيه، لا في سوسيال دو جروب ديال المجموعه. ما كاينش هذا الفرق. ثانيا كاين هناك هدافين هما ابناء المدرسه، رضا الهجهوج وزهير المترجي. وليد دعابه. زهير المترجي كان من بعد البيت ديالو في الديربي سول واحد الصحفي قال له شنو هو الاحساس ديالك كنت اول مره كتماركي اصابه في الماتش ديال الديربي؟ قال له اسمح لي نصحح لك، ماشي اول مره كنماركي في الديربي، ماركيت في جميع الفئات، في الفتيان، في الشبان، اول مره تنماركي مع فئه الكبار. يعني كاينه واحد الثقافه ديال الانتماء للفريق. والهدافين بناء المدرسه راهم حتى هما تيشرفوا الفريق وتيحملوا هذه المسؤوليه هذه. الى ذلك المكتب المسير، وهذا راه مشروع اللي تم الموافقه عليه، غادي نخدموا على اون اكاديمي ديال الحراس المرمى، ربما السيد الرئيس يقول كلمه، وديال المهاجمين. علاش؟ لانه الوداد ما كتفكرش غير راسها. الوداد منذ ان انشئت خدامه على الكره المغربيه والوطنيه، وكاين خصاص على مستوى البطوله، ربما تكون شي اضافه في هذا الشيء، على انه لاحظنا على مستوى البطوله كاين خصاص في انتاج لا برودكسيون ديال اللاعبين بالقلب الهجوم. افيكتيفمون الملاحظه اللي قلتي في محلها. وربما كاين خصاص حتى في حراس المرمى، وهذا مشروع خدامين عليه. نعم. ذكرت اذا نقطه حراسه المرمى. الفريق اذا كيتوفر على محمد عقيد، بن عاشور واوزال. الان تم التعاقد مع زهير العروبي حارس فريق الدفاع الحسني الجليدي. هل اشكاليه السي النصيري، اشكاليه حراسه المرمى ظلت مطروحه رغم ان الفريق توج بطلا هذا الموسم؟ عندنا في واحد ربما 4 المباريات في هذا المشكل، وهذا هو السبب الاول اللي خلانا نتعاقدوا كثر، في اننا نحن مقبلين على عده اوجهه بين عصبه الابطال. كتعرفي الاشكاليه اللي كتكون اذا تصاب لك، لانه كيبقى بشر في اي لحظه يقدر يتصاب. اذا احنا ما كنقلوش من القيمه ديال الحراس اللي عندنا، ولكن كنطعموهم بواحد العنصر اخر في هو سي زهير العروبي. نعم. ايضا كان التعاقد مع لاعب أناجم، لاعب شباب اطلس خنيفره. نعم. هل هناك اسماء يمكن في الطريق ربما، او ان شاء الله؟ احنا اول شيء ربما كنا وضحنا للمشاهدين والراي العام اننا تعاقدنا مع سي سولير كمدير رياضي، وهو اللي غادي يقوم بهذه المهمه باذن الله. نعم. ولكن اكيد كانت هناك صفقات ناجحه، كانت هناك ايضا اسماء شابه اللي اعطت اضافه مهمه بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، ولكن بالمقابل سي النصيري كانت ايضا صفقات لم تكن ناجحه. اذا تحدثنا على صفقه كمال الشافني، لاعب عمر سربوت ايضا اللي كان جنب فريق اولمبيك خريبكا، بلال صوفي اللي تمت اعارته لفريق الشباب الريف الحسيمي. هذه الاسماء
كلفت الفريق ولكن بالمقابل لم يتم الاعتماد عليها؟ اولا الظروف فاش تعاقدنا مع الاخوان الظرفيه كانت جد حاسمه، بدايه وانطلاق البطوله الوطنيه ما عندناش البديل وعندنا الخصاص. كانوا هاد الاخوه اللي تعاقدنا معهم كلهم كانوا مميزين في الفرق ديالهم، وكانت المطالبه ديالهم من طرف الجميع. انا حيت نقول لك الجميع، انا تنتكلم على المحللين وعلى الناس بالشان الرياضي اللي تيدريو في الرياضه الوطنيه. كنستشروا معاهم تيقول لك راه ربما يقدم الاضافه، ولكن ما اعتمدش عليهم المدرب في المباريات ديالو. انما كنعاود ناكد انهم كانوا كيحضروا المباريات الى يومنا هذا، كيحضروا المباريات الا واحد اللي تم الانفصال معاه وهو إيد عبد الحي فقط. اما الاخرين كان ايضا اعراض، كاين كمال الشافني كانت قيمه مضافه بالنسبه للانتداب ديالو في فريق الوداد، ما شكل حتى شي خساره لفريق الوداد. ربما قدم الاضافه لان الجميع كتعرفي اللي اعتمد عليهم هما شبان كيبركوا في كرسي الاحتياط هما وكمال الشافني. هذه راه قيمه مضافه بالنسبه لهم. ربما قدر هاد اللاعبين ان وصلوا واحد الوقت اللي طوشاك لقى تشكيله وكتولي رغم انك اسم كبير كمال الشافني راه دوز في البطوله الفرنسيه ومشى للامارات وهذا، ولكن القدر ديالو انه وصل لقى التشكيله الرسميه ديالو، لانه كان كيقولها دائما طوشاك انه كيبحث على التشكيله، وكان هذا المشكل ديالو. هو نهار وصل التشكيله يعني بالنسبه ليه راه مجموعه ليكيب تيب اكزاكتومون، ولكن ملي كتجي تشوف راه كاينين لاعبين اللي تنساو حتى هما، مثلا فينا هو ياسين الكحل. كتطلب انت من المدرب انه ينتصر، لقى 11 لاعب زائد 4 اللاعبين احتياط، 3 اللي غادي يدير الشونجمون ديالو، وكيربح لك ب4 5 3. هذا زعما كيولي هو في واحد الوضع اللي كما قلت لك انا قدر هؤلاء اللاعبين انهم جاوا في وقت اللي ما ساعدتش الظروف انه. نعم انور، من وجهه نظرك لماذا لم تنجح هذه الاسماء اللي تحدثنا عليها، رغم انها كما ذكرت كلفت الفريق، ولو ان رئيس قال ما كلفتش الفريق كثير، ولكن يعني ما كانش حاضره بشكل وازن داخل الفريق هذا الموسم؟ لا، هي من ناحيه السيريه ما بين المجيء ديالها وربما انفصال عن البعض او مشاريع انفصال ما كاينش شي كلفه. نعم. لا كاينه كلفه ولكن القيمه محدوده. القيمه محدوده يعني ما كاينش شي ضياع. تكون من القسوه اننا نقولوا هادو مشاريع غير ناجحه بصيغه احسن، وهي اننا ما توفقناش. نعم. لماذا لم تنجح هذه؟ لم تكن موفقه من الظروف ديال الانتخاب ديال المكتب الجديد رئاسه السي سعيد النصيري. ذكر على ان اليوم الاول من رمضان وانا عاقل عليها كانت سي موا جويي شهر 7 وعندك البطوله غادا تبدا ما بقالهاش بزاف، والميركاتو عنده التواريخ ديالو، فكان لابد من سد الخصاص. والذكاء ديال ذاك اللحظه كان شنو هو؟ سي تابي لارج، يعني كتاخذ اكثر الامكانيات ممكنه، دائما بالرجوع الى الراي ديال الستاف تكنيك وجون توشاك وروبرتو لوبيز اللي تا هو خصنا نذكروا ونأيدوا الدور ديالو لانه تعاون بزاف. باش مشى كان لو ستاج ديال البرتغال، ومن بعد كان لا كونسونطراسيون هنا في المغرب باش يمكننا خرجنا واحد الفريق اللي يمكن يلعب به. جون توشاك من الذكاء ديالو راه لعب 29 لاعب، لم يحرم احدا طيله هذا الموسم من الفرصه ديالو. راه عطى لا شونس ا تو الموند كما قال السي الرئيس. منين انت ان جون ديال ليكول، انت شاب كتلقى راسك كتنافس مع كمال الشافعي اللي هو اسم ربما تفرجتي فيه في التلفازه على الاحقيه ديالك في وسط الميدان. فالنتيجه شنو هي؟ راه مزيان للفريق هو انه اللي بين لان كان عنده الاحقيه تيدخل. وهنا فينا نرجعوا للكاركتير ديال توشاك. توشاك تيخدم بالاحقيه، لا ميريتوكراسي. انا ما تقوليش هذا اسم معروف ولا ضغط الجمهور ولا الاعلام ولا، هو تيشوف داك الشيء الونسيان فوق التيران، شكون اللي غادي يدخل نهار الحد وتيصوب لا ليست ديال لي كونفوكو ديالو، وهكا بالسير الامور ديالو حتى جاب الله النجاح. وهذا هل يمكن ينطبق ايضا حتى على حاله اللاعب اونداما اللي كان مشى ورجع بالنسبه للفريق؟ هذه الحاله كان عندها عنايه خاصه لا من طرف مكتب المسير ولا السيد الرئيس ولا جون توشاك. والكلام ديال جون توشاك راه حتى واحد ما عارضه، تيقول لك اي مونك دو كومبيتيسيون، واحد المده ما لعبش وما غادي يرجع ايفيكتيفمون حتى الجزء الثاني ديال البطوله 15 ماتش الاخر. والكلام ديال توشاك ما بانش على انه غير صائب، وبدا ب 20 دقيقه 30 دقيقه الى انه وصل تدريجيا. والهداف وربما هذا المتتبعين تعرفوا في الشخصيه الهداف خصو يماركي عاد يسو ريفيل انوفو، عاد كيمكن يعاود يرجع في البسيشيك ديالو. دونك فاش غادي ماركي البيت في المباراه في الدار البيضاء امام الجيش الملكي البيت الاول او الهدف الثاني عفوا في كورنر ديال كوني،
تما فين غادي نعاودوا نلقاو فابريس اونداما جوار تيدير لي 1 2 ايتترا وغادي يدير واحد البيت ثاني. هذه شخصيه الهداف دايره بحال حتى قلتي العلاقه الخاصه، حتى فابريس اونداما عنده واحد العلاقه خاصه مع الجمهور سواء سجل او ما سجلش. ملي كتحضر الملعب هو عليه الضغط وكيحس راسو بان ذاك الجمهور ما ردش ليه، ما ردش انه رجع ولكن ما استطاعش انه يسجل هذا. ولكن ملي كتشوفي العلاقه يدخل المباراه ولا ما يدخلش، كيفاش العلاقه الجمهور معاه علاقه خاصه جدا. نعم. فابريس يخاطب الجمهور بالدارجه، كيدوي معهم على اساس انه مغربي زعما بواحد العقليه ودادي. نعم. نرجع معكم لنقطه الاسماء الشابه، يعني كانت عطوشي، مترجي، الهجهوج، القاسمي، عاشور، الاسماء اللي كانت شابه وتعطتها فرصه خلال هذا الموسم، وكانت سياسه بالنسبه للفريق يعني سياسه ناجحه، ولو ان الكثير يعني بالنسبه للفريق يبحث عن لقب من الصعب انه يمنح الفرصه للاعبين شباب. نجاحهم تيرجع للانضباط ديالهم. نعم. وتيرجع شيئا ما التميز اللي يتميزوا به خلال هذا الموسم باذن الله. نعم. وهذا ايضا سنصري يمكن يدفعنا للتساؤل ان الان فريق يمكن خصو يبذل مجهود على المستوى الفئات الصغرى، يعني دائما ليكون هناك دائما لاعبين للفريق. بالنسبه لكم شنو هي الاستراتيجيه باش على هذا المستوى، على مستوى تكوين يعني لاعبين شباب؟ ما يمكنش لي انا نفسر لك. انا ربما قلت لك دابا كنعطيك غير وجهه نظري، ما غاديش نعطيك وجهه نظر ديال الطاقم التقني. نهار صغير الاستراتيجيه ديال المكتب المسير. انا مستعد. استراتيجيه المكتب المسير. المكتب المسير ينفذ قرارات اللجنه التقنيه. نعم. الان تعاقدتوا مع المدير التقني الفرنسي جي سولير. كانت هناك جلسه عمل. نعم. اذا شنو كان هناك، شنو هي الامور؟ ربما كاين عمل وكاين مشروع. نعم. غير المشروع ما يمكنش انا غادي نجي نلخصوا لك في 2 ديال الثواني وفي 10 ديال الدقائق. المشروع كامل متكامل. ها اللي بغينا حنا وها اللي غير جاب لنا هو. اللي جاب لنا وهو مشروع وهو الاعتماد على الفئات الصغرى. نبداو بالمينيم والكادي ومركز التكوين، مركز التكوين هو سونتر فورماسيون، ولي جون المينيم والكادي حتى الاسبوار. نعم. السياق امتى ممكن نشوفوا فريق الوداد يعتمد ب 70% على المدرسه في ليكيب بريمير؟ 60% ولا 65%. لا زعما ماشي لان هاد اللاعبين اللي كانوا في الوداد، ولكن ما كانش كتعطيهم الاولويه وما كان حتى حد كيهتم بهم. ربما المجيء ديال توشاك غير شويه الملامح. كيبقى حسب نهج ربما وفكر المدرب كمان. نعم. ماشي غير المدرب. نعم. احنا قلت لك نهج المدرب بعقليه احترافيه وبنهج هذا المدير الرياضي. انا مأكد بانه خدم ولا الاماكن اللي خدم فيها ولا الفرق اللي تولاها منذ سنوات اعطت نتائج جد حسنه بالنسبه للفئات الصغرى. الفئات الصغرى. نعم. نعم. هناك حديث عن رحيل مالك ايفونا. هل يمكن وعله عقد اكيد سيستمر مع الفريق؟ هو مالك ايفونا هو مازال في الوداد. نعم. كاين عروض من خارج ارض الوطن، فرق كاين فرق مصريه، كاين فرق اسيويه، كاين فرق من دوله الامارات، وكاين عروض من الفرق الاوروبيه. نعم. ولكن انا تنعاود ناكد انه كاين تردد فيما يخص هذا اللاعب، لان انا تيبان ليا، ولكن الراي ما غيكونش الراي ديالي انا، الراي ديال اللجنه التقنيه. نعم. وبالنسبه نفس الشيء بالنسبه للبكاري كوني ايضا؟ بالنسبه لجميع اللاعبين. نعم. اللي عندهم عروض. نعم. كلهم باقيين مع الفريق. انا تنقول لك اللجنه نعم. انا غادي نعرض الموضوع على اللجنه التقنيه، حيت تنقول لك اللجنه التقنيه راه فيها فيها سولير وفيها توشاك اللي تيعتمد على هو المدرب ديال الفريق الاول. هما اللي غادي يعطونا الراي ديالهم، واش لا فصلنا عليهم عندنا باش البديل ولا ما كاينش البديل باش نعوضوا، الا ما كانش باش نعوضوا حنا راه متمسكين بهم وغادي نبقاو متمسكين بهم الى يعني حتى الوقت اللي غيبان لنا ان كاين البديل وبديل حقيقي، لان حنا ما يمكنش لنا نغامروا. الا غامرنا ربما هادو ركائز من بين الركائز اللي كيعتمد عليهم الفريق هذه السنه، اعتمد عليهم وغنعتمدوا عليهم السنه المقبله باذن الله. ما يمكنش ان اليوم غادي نسرحوا غدا غادي نولي في وضعيه كارثيه. نعم. اكيد تالق اللاعبين كيخلي ان العروض تنهال عليهم. مع ذلك كيبقى الوضعيه العقليه
وشوف مع الاغراءات حتى اللاعب حتى هو الوضع ديالو، لان من الصعب انك تحرم مثلا اللاعب اللي كيكون راه متالق معك ولكن كيجيو عروض اللي ما يمكنش يقول لهم لا. راه هو عنده مسار احترافي، عنده طموح ديالو الشخصي اللي ما يمكنش غادي لنفرض طوشاك ولا من غير طوشاك قال بان راه اللاعب فلاني انا بغيته، ولكن واش انت داخل في نفسيه اللاعب؟ بغى يمشي لفرنسا، بغى يبدا مسار جديد، بغى ربما هذه المسائل هذه انا كتبان. ولكن فريق الوداد البيضاوي الان هو مقبل على المشاركه في دوري ابطال افريقيا. اكيد يمكن كما ذكرت اللاعبين كما ذكرتي الان امامهم عروض كيخليهم ربما هناك مغريات على المستوى فرق اخرى، ولكن يمكن يكون بالنسبه لفريق الوداد هو سلاح ذو حدين، التشبث بلاعبيه او تسريحهم والبحث عن بدائل اخرى كما قلت، خصوصا وانا مقبل على مشاركات خارجيه. تماما، لان ها انت عندك لاعب وعارضت الاختيار ديالو هو ووصلتي لعصبه الابطال، ولكن هو راه ما معاكش يعني نفسيا، ودازوا تجارب كثيره ممكن نرجعوا لقضيه غوسو اللي كان في لاعب متالق ديال الكوت ديفوار، وصل واحد الوقت اللي انه ما بقاش باغي يلعب، كيدخل معك للمباراه ولكن كتحس بانه ما بقاش كيعطي هذاك، لان دماغه ونفسيته ولات خارج المستطيل. باش الناس يوضعوا حد لهذه التساؤلات اللي غادي يجاوب على هذه التساؤلات وهي اللجنه التقنيه واللاعب. نعم، لا غير. اللاعب ولا القرار بيد هو اللي غادي يحددوا المصير ديالهم، اللاعب واللجنه التقنيه. نعم، الان تحقق اللقب، يمكن اكيد كما ذكرنا للحفاظ على التوازن والتوقيع على حضور قوي طبعا في مسابقه دوري ابطال افريقيا. شنو هي الجوانب نعيم اللي كتشوف يمكن بحاجه الى اصلاح، بحاجه الى تعديل، بحاجه الى تقويه بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي؟ هو اكيد هو ان المغامره الافريقيه دائما ما تكون بخسائر وكوارث، يعني كنعرفوا الملاعب الافريقيه وكنعرفوا الرحلات، يعني ممكن انك يطلب منك انك تمشي تلعب في الموزمبيق وتلعب في غانا وتلعب يعني مجموعه ديال الدول اللي كتكون عندك اكراهات وكتكون عندك اكراهات تنقل، التغذيه، الاجواء الحاره، يعني الاستعداد لعصبه الابطال الافريقيه كيكون مختلف تماما عما نراه هنا في المغرب. يعني جربنا سافرنا مع الوداد مع المنتخب الوطني مع مجموعه الانديه المغربيه، يعني كتوصل كتلقى لا علاقه داك الشيء اللي كتشوف وكتسمع هنا في المغرب، رغم ان كاين بعض الملاعب هنا في المغرب اللي كنقولوا حنا كارثيه، ولكن ما يوجد في افريقيا شيء اخر، يعني باستثناء بعض الدول مع جنوب افريقيا، دول شمال افريقيا اللي ممكن انها كتوفر الحد الادنى او الممارسه الكرويه. يعني في هذا الاطار هذا لازم انه يكون استعدادات على جميع المستويات، يعني بدايه كما قال السيد الرئيس من حراسه المرمى، لان خاصك يكونوا عندك حراس مرمى اللي في المستوى العالي، سواء من الناحيه البدنيه ولا من ناحيه الفورس دو كاركتير كما كيقول بالنسبه لحراس المرمى. خصو يكون عندك لاعبين دائما البديل جاهز في اي لحظه. كنعرفوا الامراض المنتشره في افريقيا، كتعرف مجموعه من الامور اللي ما يمكنش انك تضرب لها الحساب وتكون عندك في المخيله ديالك. شفنا رحلات كيفاش دازت بالنسبه لمجموعه الانديه المغربيه، كيفاش عانت الامرين، يعني بهزائم اللي ما كتكونش منتظره، يعني ب 4-0 5-0، وشنا يعني يكفي ان تسال اي نادي جرب ان يلعب مع تي بي مازيمبي في الكونغو، ممكن انه يحكي لك ما يحدث في الكونغو. يعني كنعتقد بان راه الفريق الوداد عنده على درايه بما شنو اللي كاين موجود، وممكن ان بمسائل بسيطه ممكن انه يكون الاحتياط جاهز كما قلنا في حراسه المرمى بلاعبين جداد بمجموعه الامور. نعم، اذا الموسم تقريبا انتهى. على المستوى المادي فريق الوداد البيضاوي هل ما كانش يعني ما اشتكاش من الجانب المادي؟ شفنا ان في المواسم السابقه كانت معاناه بالنسبه للاعبين على مستوى التواصل بالرواتب، على مستوى التواصل بالمنح. اي جواب غنجاوبك انا غادي غير يكون غير مقنع بالنسبه للجميع. نعم. هذا الجواب اللي غادي يجاوب عليه وهو واش حنا مدينين للجهد. نعم، يعني واش ما كانش عندكم مشكل مادي؟ حنا لحد الساعه ما عندناش مشكل مادي، وتنتمنوا انه ما يكونش عندنا في المستقبل. نعم، بالنسبه ماشي تنتمنوا، غادي نعملوا باش ما يكونش عندنا في المستقبل باذن الله. بالنسبه يعني المرحله المقبله كما قلت انتهى الموسم تقريبا، بقى دوره. واش بديتوا كمكتب مسير تخططون كيف ستدبرون المرحله المقبله؟ شنو هي الاستراتيجيه؟ شنو هي الاستعدادات ربما البرنامج الاعداد بالنسبه للمرحله المقبله؟ هو اكيد اولا البطوله مازال ما انتهتش رسميا، وفي انتظار التتويج الرسمي والاحتفاليه ان شاء الله اللي كنتمناوها تكون في المستوى وتكون الجماهير كعادتها متالقه ونكونوا عند حسن الظن ديالها.
المساله الثانيه هو ان فاش يكون عندك تاريخ كبير بحال ديال الوداد الحمد لله لا يمكن ان تخاف المستقبل. المهمه ديال المكتب المسير وجميع مكونات الوداد دابا هي نخدموا على الحاضر ونستافدوا من الخبره اللي كاينه. مثلا غير في هذه القضيه ديال المشاركات الافريقيه بدون مبالغات ولا مزايدات، لا اظن ان هناك نادي له نفس تجربه نادي الوداد الرياضي في المشاركات الافريقيه. هناك اشخاص داخل الطاقم الاداري، الناس ديال الاداره، الناس ديال التطبيب، الناس ديال اللي عندهم واحد السيروره، واحد التاريخ، واللي اليوم هذه السنه وهذا الموسم والحماس اللي كاين تيعطيو احسن ما عندهم ومازال يعطيو احسن ما عندهم، ويمكن لهم يرافقوا الفريق بكل امان الى بر الامان في جميع المشاركات اللي هي جايه ليه. الاستراتيجيه راه تدارت على مدى متوسط ايضا. شهر اكتوبر اللي فات غير بالنسبه لهذا الشيء ديال العقود اللاعبين، ربما المكتب المسير الوحيد اللي خارج الاجال المتعارف عليها كيجدد العقود ديال اللاعبين ديالو، لا ليكيب ولا ليكيب ديال ليسبوار ديال الامل. كاين واحد الوصف تمام، كاين واحد التوجه، كاين واحد الاستباقيه اللي كتدارت واحد المده هذه اللي كتوجد ديجا لا بروشين رونتري، ولكن دابا اللي تنخدموا عليه لا على مستوى الاتفاقيات الدوليه، ربما السيد الرئيس يقدر يقول كلمه في هذا الشان، لا على المستوى الداخلي، لا على مستوى الاستراتيجيه ديال التكوين، لا لو ديريكتور سبورتيف المدير الرياضي وقيمه مضافه اللي على مستوى لو سون فورماسيون تتبين على انه كاينه واحد الرؤيه على الاقل ديال عامين 3 سنين جايه، حتى على مستوى الاستشهار او الاحتضان كاينه هناك استراتيجيه اللي خدامه. الطبيعه ديال هذا المكتب المسير كيبغي تيخدم هذه يعلن على شنو تزدار بليتو انه يبقى يقول شي حاجه تقدر تنجح فيها تقدر ما تنجحش فيها. ربما هذا هو التوجه اللي كنمشيو فيه مع السيد الرئيس. كيتمان ماشي كيتمان، وانما الحيطه الحضار والتريث. نعم تريث. نعم سي النصيري، ونتمنى نلقى الجواب هذه المره بخصوص هذا الشق، يعني الشق الاتفاقيه كانت لكم الفريق الوداد البيضاوي اتفاقيه مع الجزيره الاماراتي، يمكن شنو الهدف بالنسبه للفريق الوداد البيضاوي من هذه الاتفاقيه وشنو ممكن يستفد منها؟ وهو كتعرفي اي فريق في قيمه الوداد تيبغي يكون عنده امتداد على جميع الصعيد، ربما حتى ندوي دابا تندوي على الصعيد العالمي، تندوي على الصعيد العالمي. احنا ما غنحدوش الا في دوله الامارات في جميع الفروق اللي باغات تكون عندها واحد منفتحه على فريق الوداد ومنفتحه على الكره الوطنيه بصفه عامه. حنا مشينا وقصدنا اننا نبركوا مع الناس ديال فريق الجزيره وبركنا معهم، وكانت وخداونا مرحبين بالفكره اللي جينا بها احنا، وتم توقيع واحد المذكره فيها عده بنود. غير انا ما بغيتش نكون استباقي اننا نقول الاحتضان ونقول هذا الشيء كامل حتى يتم ان شاء الله ويتم. هما كيكونوا هما مشكورين على راسهم الشيخ منصور بن زايد اللي قدم لنا الدعم الذهني، ما غنقولش المادي حاليا، ولكن قلت لك حتى يتم تفعيل جميع البنود ديال هذه الاتفاقيه. ديك الساعه ربما غادي نبشروا الجميع بهذه الاتفاقيه. نعم، كيفاش ممكن ان الفرق الوطنيه تستفد من هذه الاتفاقيات اللي كتكون بين انديه مغربيه وبين انديه اجنبيه، والان هذه الاتفاقيه ما بين فريق الوداد والجزيره الاماراتي؟ هو هذا المسار ديال الاتفاقيات والشراكات بدا في السبعينات، وبدا فريق الوداد لما كان الراحل عبد الرزاق مكوار الله يرحمه. يعني احنا ما حضرناش باش نشوفوا ديك الساعه المباريات اللي كانوا والاتفاقيات اللي كانوا كيتسيناو، ولكن تلعبات لاجاكس امستردام، تلعبات الاف سي برشلونه، تلعبات الايفرتون، تلعبوا مجموعه الانديه كبيره وتسيناو اتفاقيات على اساس انه يتم التفعيل ديالها من بعد. ولكن الكره الوطنيه مرت واحد المرحله فراغ، وربما ما كتكونش الاستمراريه لان كيكون فراغ. لان شنو اللي كيخليك تكون انت في مستوى انك تمشي وبوجهك احمر انك تسيني اتفاقيات هما النتائج، ولكن ملي كتغيب النتائج كتولي انت باغي تحقق هذاك الشيء بعد لداخل وتصلح البيت الداخلي ومن بعد تمشي للاسمي. لحد الان انا اقول بانه لم نستغل احنا في المغرب اي علاقه مع دول الخليج، الدول يعني في الامارات السعوديه كرويا كنهضر باقي الناس عندهم بنيه تحتيه في المستوى، دخلوا في شراكات كبيره لدرجه انهم اقتنوا انديه. نعم. لان كانوا هناك اتفاقيات كانت الرجاء مثلا مع العين، كانوا اتفاقيات من بعد اصبحت محدوده، يعني في بعض المباريات الاعداديه نعم. ممكن نتلاقاو في النمسا نلعبوا ممكن، ولكن التفعيل ديالها الحقيقي يعني في تبادل الاطور، الاستفاده من الخبرات والتجارب. يعني بحال مثلا نادي الجزيره هما المالك ديال مثلا مانشستر سيتي نعم. ومالك فريق في استراليا ومالك فريق نعم. في اليابان. يعني بهذه الشراكات هذو ممكن انك تضمن العالميه
بامكانيات قليله وبمسائل اللي ولكن نشوفوا التفعيل ديال البنود بالدرجه الاولى، لان ما كاينش واحد على الاطلاع بالكونترا شنو فيها ولا بالبروتوكول التفاهم شنو وقع فيه. ولكن ما تسرب من الاخبار بان مسؤولي فريق الجزيره هما هنا في المغرب حضروا وغادي يحضروا المباراه ديال ويمكن ياكد لنا الرئيس يعني الحضور ديالهم في الحفل الختامي بالنسبه للفريق. في دعوه منا. نعم حاضرين بدعوة حاضرين بدعوة سيحضرون الحفل. مسألة الانخراط، تم تخفيض الرسوم يعني الانخراط بالنسبة للمنخرطين، شنو الهدف من هذا التخفيض؟ يعني ما كان يعني كان رقم عالي الآن تم تخفيضه لمبلغ ممكن نقولوا مسألة جد طبيعية يعاني منها جميع الفرق الوطنية. كل واحد غالق على نفسه تيرفع ثمن الانخراط وتيحبس الانخراط على الجميع. أنا كوني أنا رئيس الفريق ممكن أن نحبس الجميع حتى واحد ما ينخرط إلا الأصدقاء ديالي، وما نعطي الحق حتى واحد نهار تسالي المدة الصلاحية ديال الرئيس أو المكتب المسير كنعطي راسي أنا هذه الصلاحية. أنا تيبان لي عيب وحرام أننا نبقاو غاديين في هذا الاتجاه. كيف هاد الناس عندهم الحق يجيو يشجعوا فريقهم، عندهم الحق أنهم يكونوا كينتموا بصفة ماشي مؤقتة بصفة رسمية، ينخرطوا ويجيو يقولوا الراي ديالهم ويختاروا الرئيس اللي بغاو ويختاروا المكتب في الوقت اللي بغاو. ما يمكنش انا نكون انا خطا وبقاو غاديين معايا في الخطا ولا يبداو يوجهوني باش كاينه مؤسسه اللي سميتها مؤسسه المنخرط، من تما بدل انه يبدا يحتجوا عليا خارج المؤسسه نعطيهم الحق يحتجوا داخل المؤسسه، يجتمعوا ويقولوا لنا سيدي حنا ما بغيناش هذا النصيري والله يوفقكم وانا غنكون معاهم ونقول لهم جيبوا افضل وغنكون فرحان وغادي نبقى ودادي ونجي حتى انا نكون نرجع لمكانتي انني نبقى نشجع معهم. نعم. كسؤال اخير، شنو هو برنامج الاحتفال بلقب هذا الموسم؟ والاحتفال ما نحتفلش انا، غادي يحتفل جميع الوداديين. نعم. ماشي غير داخل الملعب، داخل وخارج الملعب. اذا انا ما حيت ما يمكنش انا غادي راه كتعرفي العدد. وجدتوا شي برنامج خاص بالنسبه لهذا في المباراه الاخيره؟ احنا لو بغينا نوجدوا برنامج خاص خصنا نحتفلوا مع الجميع. نعم. ولكن ربما التلفازه غادي تنوب علينا. نعم. اننا غادي نبينوا لهم غير داك الشيء اللي وجدات الجامعه مشكوره. الرئاسه من هنا كنعاود ناكد الشكر الجزيل للسيد رئيس الجامعه الملكيه لكره القدم السيد فوزي القجع على ما بذلوا من مجهود ماشي مع الوداد مع جميع الفرق الوطنيه باش يعطي صوره حقيقيه وزعما انطلاقه ديال صوره حقيقيه للبطوله الوطنيه باحترافيه وبجديه. ما غنقولش ما كانش مسبوقه ولكن تحسن ملموس. نعم. نعيم، ايضا كسؤال اخير بالنسبه للقب فريق الوداد البيضاوي هذا الموسم، يمكن كيف سيكون له وقعه في المواسم المقبله بدايه بالموسم المقبل؟ ونتمنى انه يكون موسم تصالح مع الالقاب، لان من بعد سنين ديال الغياب ومن بعد هذا، ونتمنى ان يكون حتى موسم التصالح مع الانديه اللي هذا العام صعدت للقسم الوطني الاول. يعني مولوديه وجده واتحاد طنجه اللي 6 سنوات او 7 سنوات من الغياب، وما ننساوش بان اتحاد طنجه والمولوديه الوجديه يعني انديه اللي تماما حقيقيه في البطوله الوطنيه. يعني ما ننساوش سميتو. المساله الثانيه هو ان ما حدث لفريق الجيش الملكي هذه السنه زعما ما سبقش انه حدث. يعني في العنوان الكبير هذا الموسم كان هو تتويج فريق الوداد بعد سنوات من الغياب، ولكن في المقابل كانت مجموعه الانديه اخرى اللي عانت الكثير باش انها تحافظ على مكانتها. الرجوع الى سؤالك حول الواقع ديال هذا، فاعتقد بان المركب محمد الخامس سيظل دائما ممتلئا، نتمنوا الخير. يعني كان في مواسم سابقه كان النصف ديالو اللي كيمتلئ، هذا اللي جاي نتمنوا انه دائما يكون الجمهور حاضر ويستمر خصوصا مع هذا القرار ديال 3500 درهم ديال الانخراط، لانه كان مطلب جماهيري لمده 3 أو 4 سنوات. وبقات غير الفورميل او كيفاش سيتم التقسيم ديال هذاك الانخراط، يعني من له الحق في التصويت ومن له ليس له الحق في التصويت، وهذه المسائل باش ما نبداوش نعزلوا من دابا. غادي يبدا كل واحد يحوض على شي سؤال يقول لا انا غادي نخلص 3500 درهم ما غاش يكون عندي الحق في التصويت. كل واحد عنده الراي ديالو. اللي بغى يعطي 3500 درهم، اللي بغى يعاون الفريق ديالو باكثر كابتداء كان
ابتداء من يعني هذه المساله من بين المسائل اللي كانت كتشكل جدل ونقاش كبير، فكنتمنوا ان المواسم المقبله تكون فعل خير على كل الانديه، خصوصا ان بدينا كنشوفوا انديه اخرى اللي كتبان في عصبه الابطال، وهذا لما لا الموسم المقبل نشوفوا انديه اولمبيك خريبكا المتاهله زي عصبه الابطال، نشوفوا المغرب التطواني في كاس الاتحاد الافريقي، تشوف دوري ابطال العرب ربما الموسم المقبل غادي يعود الى الظهور من جديد. نعم. فكنتمنوا ان الانديه الوطنيه تكون كلها حاضره. المغرب مازال يعني ممثله للمغرب، لا ممثله في عصبه الابطال، ولكن بالنظر الى الترتيب ديال هذا الموسم هذا يعني هي متاهله الموسم المقبل نعم. الى كاس الاتحاد الافريقي. فكنتمنوا لها حظ موفق في دور المجموعتين، رغم ان الوجود ديال نتمنوا تفوز باللقب تماما. تماما. نعم. سي انور، ايضا كسؤال اخير بالنسبه للوضعيه الفريق، التالق هذا الموسم، هل كل المؤشرات يمكن تفيد بان الفريق سيواصل مسيره النجاح؟ يعني كنظن هذا اللقب 18 تيتوج واحد الاختيار اللي كان منذ اخذ المسؤوليه من طرف المكتب المسير الجديد والسيد الرئيس ديال الاستقرار، لاستابيليتي. الوداد ماشي فريق عادي، فريق غير عادي. وداد انشئت لتقاوم مقاومه، ونحن هدفنا ان تصبح لا تقاوم، ايريزيستيبل. ما يمكنش تقاوم الوداد، لا المستوى الرياضي ولا مستوى التسيير، لا مستوى التسويق، لا مستوى الرؤيه المستقبليه الى اخره. هذا حلم يراودنا. صعيب على اننا نديروا ديك الطريقه ديال الكتمان وما نقولوش حقيقه نعيشها. كاين 2015 الحمد لله، كاين 2016، كاين 2017 اللي غتكون هي الذكرى 80 ديال النشأة ديال نادي الوداد الرياضي. كنتمنوا على ان هذه السنه تكون شي حاجه اكثر من ثلاثيه، فهذا حلم يراودنا نعيشه وحقيقه نعمل بها من اجل ان نصل اليه ان شاء الله. نعم، وهنا نتمنى لكم التوفيق اكيد. سي انور الزين، الناطق الرسمي باسم الفريق، شكرا جزيلا لك. سي سعيد النصري، رئيس فريق الوداد البيضاوي، ايضا شكرا لحضورك معنا حلقه اليوم. الشكر ماشي ليا بوحدي، نعم. ولكن لجميع المكونات ديال الوداد، لا من جماهير ولا من اداره تقنيه ولا كل من ساهم في هذا اللقب، وشكرا للقناه الرياضيه. نعم شكرا. سي احمد نعيم، قبل ما نشكرك نهنيكم ايضا بلقب، توجتي بلقب، نهنيو الوداد بلقب ونهنيوك ايضا بتتويج فريق الصحفيين. نعم والحمد لله. يعني الرابطه مشكوره، نظمت لاول مره نسخه دوره محمد بوعبيد ديال كاس الصحافه الوطنيه، تمكنا ان نفوزوا به بعد الفوز على ماروك سوار في المباراه النهائيه. الحمد لله. يعني التهنئه لجميع المكونات ديال جريده الصباح، من اداره، من رئاسه التحرير، من اللي سهلوا لنا اننا نكونوا دائما حاضرين، اننا نمشيو نلعبوا المباريات بطريقه شريفه والحمد لله. احمد نعيم صحفي رياضي، شكرا جزيلا لك لحضوركم معنا ايضا حلقه هذه الليله. وانتم مشاهدينا شكرا جزيلا لكم على المتابعه، دمتم بخير ودمت الانديه الوطنيه وكره القدم الوطنيه بالف خير. ساترككم مع اهداف فريق الوداد البيضاوي لهذا الموسم. الى اللقاء.